واسم إله النصر نايكي. حلو الحوار ده. كان بيلبس كوتشي ويطلع يجري بين الآلهة. هنتحبس. شكلنا هنتحبس يا اسطى الزراعة دي. نادولي على اللي كاتب السكريبت، مش انا والله، هو اللي بيقول. كتنل عليك وعلى اللي خلفوك يا ده مزيكا. نعم، بتقول ايه؟ لا دي جملة قالها حنفي في المتزوجون زمان. اصل كل ما حد يقول شوز قدامي افتكرها، كأن كلمة جزمة كلمة قبيحة وانا معرفش. الاول كانوا بيقولوا الكوتشي، دلوقتي الشوز، وساعات الشوز ولا مؤاخذة ما يقولوا حذاء ولا جزمة ولا صباطة ولا شحاطة زي الشوام، ولا مركوب حتى زي العرب زمان. هو ايه اللي انت قلته ده؟ بس تمام يعني. المهم راحة الجسم تبدأ من القدمين، بس راحة البال برضو مهمة. ما تزهقوناش بقى بتعبيرات ملهاش لازمة. ايه كل الأسامي دي؟ انا برضو مش برتاح في اي شوز ولا مؤاخذة، ان ما كانتش اديداس او نايكي ببقى حاسس ان انا مش انا يا دكتور. على فكرة ده حقيقي، هما الاتنين من أفضل الجزم الرياضية على الإطلاق، وبينهم منافسة دايرة من قديم الأزل. جزم؟ بتقولي يا بنتي لا مؤاخذة، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب ما تيجي نعمل ماتش؟ لا استنى، أنا عايزة كل محبي أديداس ونايكي والجزم الجامدة جدا دي يعملوا لايك الأول. وانا عايز كل اللي شايف اي جزمة تقضي والسلام يشترك ويفعل الجرس ويسيبها على الله. مين أقدم؟ أديداس ألماني يعني BMW يعني مرسيدس يعني الدقة والمتانة. في سنة 1924 أدولف دازلر وأخوه الكبير رادولف دازلر فتحوا المصنع الأول، الأخوة دازلر للأحذية لا مؤاخذة. وعشان أدولف كان بيحب الرياضة، عارف قد إيه إن مش أي جزمة يتلعب بيها رياضة وخلاص، قعد يفكر كتير إزاي يطور نوع الجزم الرياضية لكل رياضة، وجري بيهم الوقت لسنة 1949 لحد ما طلع أدولف بأديداس. أخد من اسمه 3 حروف و3 من اسم العيلة ودمجهم وبقت أديداس. وما جه يتوجه بره ألمانيا قال إنها اختصار لجملة All day I dream about sports، واتفتحت له أبواب العالمية. ورادولف طلع ببوما، والاتنين بقوا ينافسوا بعض، أكلوا نفسهم في السوق قبل ما حد ياكلهم ولاد النصحة. أما بقى نايكي شركة أمريكاني أسسها 2، بيل باورمان وفيل نايت. فيل كان بطل الجري في الجامعة سنة 64. عملوا شركة اسمها بلو ريبون سبورتس لتوزيع ماركة يابانية، باعوا منها 1300 جوز ب$8000 بحالهم. ولما العلاقة أوشكت على الانتهاء مع الشركة اليابانية في سنة 71 طلعوا بنايكي على اسم إله النصر في الأساطير اليونانية، وابتدى الانتشار من هنا. بقول لك ايه، أديداس يكسب العراقة 1-0 لأديداس. واسم إله النصر نايكي. حلو الحوار ده. كان بيلبس كوتشي ويطلع يجري بين الآلهة. هنتحبس. شكلنا هنتحبس يا اسطى الزراعة دي. نادولي على اللي كاتب السكريبت، مش انا والله، هو اللي بيقول. ما علينا، نخش بقى على الأداء والإيرادات. في 2017 أديداس حققت عائد سنوي ايه الرقم ده؟ أيوة اللي انت شايفه صح. الرقم ده بيتقري ازاي؟ 21 كام صفر؟ بليون يورو، نصهم من الجزم لا مؤاخذة يعني الرياضية لوحدها. وركزوا على السوق الأمريكاني عشان عارفين أهميته. وقيمة البراند كان 7 بليون دولار. 7 مليون بليون، واشتغل فيها فوق 56,000 موظف. نايكي في 2014 كانت قيمتها 19 مليون دولار. هو إيه الملايين دي يا أولاد وفي 2017 عملوا 30.57 بليون يورو، وعدوا أديداس في المبيعات. صحيح الفرق مش فظيع، بس نايكي تكسب النقطة. 1-1. راحة الزبون. بعد شوية اكتشف الناس ان اديداس بتهتم براحة الزبون، كواليتي اوفر كوانتيتي، وما همهمش ان نايكي بلع السوق، وطوروا جزامهم بتكنولوجيا جديدة اسمها TPU، مادة هدفها الاول امتصاص الصدمات من الحركة، بتضغط مع الحركة وترجع ترد لمكانها فتريح المتسابق، اللي دلوقتي بقى في منها اشكال كتيرة مسميينها ميموري فوم. ده عذب نايكي وبقت مش عارفة تتعادل معاهم، رغم انهم بيعملوا في 3 شهور بس الفلوس اللي بتعملها اديداس في سنة. متخيل؟ مش بس كده، دي كمان خسرت
نظرة كايني ويست وراح لأديداس وسابهم واشتكى من معاملتهم وراح يصمم لأديداس وطلع بيزي بوتس اللي اتباعت في خلال دقايق واختفت من المحلات ووصل ثمنه في السوق السوداء ل $1500. اخص عليك يا نايكي، لا ليكي خير في العملة ولا الموظفين. اسمع على مسمى صحيح، أديداس تكسب 2-1. ما تيجي بقى يلا ندخل في الإعلانات والمشاهير. ماشي يلا بينا. استخدمت أديداس مشاهير زي ديفيد بيكهام، فاريل ويليامز ونوفاك ديكوفيتش، مش محتاجين أكتر منهم. موضوع بقى ماشي مع الولاء اللي أديداس شغالة عليه، لكن نايكي كل شوية تدور على حد جديد يحاولوا يجذبوا العملاء بيهم، فاستخدموا دريك، روجر فيدرر، كريستيانو رونالدو، مايكل جوردن، والله يرحمه كوبي براينت اللي كان مع أديداس ولهفوه. طب نقطة لأديداس عشان الإخلاص. 3-1. اللوجو والسلوجن. أديداس بتحاول تجدد اللوجو وتطوره. كان الأول اسم الشركة وبعدين اسم أدولف وأديداس، ولقوا إنه زحمة وفي كلام كتير فعملوا أديداس بس، وأخدوا ال3 شرط دول وفضلت معاهم مهما تغير الشكل من ده لده. نايكي بقى ثابتة على مبدأها، انتقلوا من BRS لنايكي وسبته لأن كلمتهم Just Do It معلقة حلوة قوي مع الناس وبنستخدمها كعلامة للإنجاز. في 71 اشتغلت على تصميم اللوجو كارولين دافيدسون لفيل نايت مقابل $2 في الساعة. كان طلب فيل إن اللوجو يعبر عن السرعة والحركة، وقد كان. أخدت كارولين جناح إله النصر الإغريقي زي ما قلنا وصممت السووش علامة لنايكي، ومن يوم مرة أبيض بحز أسود، مرة أسود، مرة بالكلمة، مرة من غيرها، وقبضت $35 بحالهم، رغم إن فيل ما كانش معجب بيه قوي يعني. وفي 1983 قدرتها الشركة بخاتم ذهب على شكل اللوجو وأسهم $1,000,000. يا وش السعد. اللذيذ إنه من زمان والناس مختلفة، تقول نايك ولا نايكي، لحد ما طلع مدير الشركة بنفسه قال اسمها نايكي يا جماعة. نقطة النايكي كاتشي، ونقفل الماتش على 3-2، بس هيفضل الصراع مستمر والبقاء للأقوى، قصدي للأذكى. قول لنا في الكومنتات انت كنت بتقولها نايك ولا نايكي بصراحة. وصوتنا النهاردة كان لأديداس، بس يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر قدامكم على شاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need